صباح الخير، يلا بينا نعمل لانش بوكس كده في السريع. جبنا التوست بتاعنا. التوست اللي انا استعملته النهارده توست ابيض ومربط فراولة. حطيت التوستية الاولى ودهنيها وكذلك التانية. جبت قطعه على شكل شجرة عندي اللي هي شبه شجر الكريسماس. قطعته بدأت ارصه في اللانش بوكس زي ما بين عندكم في الفيديو. بعد كده جبت الفلفل الصغنن ده قسمته نصين وشلت البذر اللي جواه، دهنته لبنة. بعد كده بدأت احط عليها شوية من الزعتر، ممكن انتي تدهنيها اي شيء تاني غير اللبنة متوفر عندك، ممكن جبن، ممكن حمص. بدأت بقى ارص الفلفل الجميل ده في اللانش بوكس واحطه كده. هنا كنت بحاول اشوف له مكان بحيث ان هو يبقى مستقيم، ورصيته. بدأت احط له كمان النضارات الجميلة دي علشان بتشجع الاولاد ان هم ياكلوا. كان عندي الجبنة اللي هو البيبي بيل، قطعت برضو فيها كده على شكل شجرة، وبعدين الشيري توميتو حطيت لها فروع. تعالوا بقى نعمل احلى حاجة في اللانش بوكس وهي الزبادي بالمكسرات والفواكه والعسل. جبت حوالي معلقتين من الزبادي وقطعت كيوي، وكان عندي جريبس حطيت عليهم معلقة كبيرة من عسل النحل وشوية مكسرات والمعلقة بتاعتهم عشان ياكلوا بيها. طبعا انتي بتحطي الزبادي والفواكه على حسب الفواكه اللي الطفل عندك بيحب ان هو ياكلها او اللي بيفضلها، اللي بتريحه. يعني لو في حاجة من دي ما بيحبهاش انتي ما تضيفيهاش. ودي كانت نهاية اللانش بوكس، يا رب يكون عجبكم. باي باي.